حرفيا محمد مجدي قفشه بيسجل اهداف بطريقه جميله جدا. اللمسه بتاعته الاخيره للكوره بتكون صاروخيه على المرمى. وانا هعرض لك 5 اهداف لمحمد مجدي قفشه من اروع الاهداف اللي ممكن تشوفها له مع النادي الاهلي. بس قبل ما نبدا يا ريت تصلي على النبي عشان انت تاخد حسنات وانا اخد حسنات. ولو مش مشترك في القناه فانزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس. وعاوزين نوصل الفيديو ده ل 5000 لايك ان شاء الله. جاهزين؟ يلا بينا. احذروا الكاو، ترجع الكرة بالراس، القاضية ممكن شاط الكرة وجول، القاضية ممكن. هدف رقم 5 امام نادي الزمالك في نهائي كاس مصر. اسيست جميل من امام عاشور ثم انهاء محمد مجدي قفشه في مرمى الحارس محمد عواد وتوج النادي الاهلي ببطلا لكاس مصر. الهدف رقم 4 امام نادي سان جورج في تصفيات دوري ابطال افريقيا من ضربه حره مباشره. هدف صاروخي في شباك حارس سان جورج. الهدف رقم 3 امام نادي كايزر تشيف في نهائي دوري ابطال افريقيا. اسيست جميل جدا من محمد شريف لمحمد مجدي قفشه ثم يحرزها محمد مجدي قفشه في مرمى الحارس كايزر تشيف. وبالتالي يتوج النادي الاهلي ببطلا لكاس دوري ابطال افريقيا للمره ال10 على التوالي. الهدف رقم 2 امام نادي طلائع الجيش في الدوري المصري وده هدف صاروخي في شباك حارس طلائع الجيش. وده افضل هدف انا شفته لمحمد مجدي قفشه. الهدف رقم 1 واللي كلنا عارفينه، الهدف الاغلى عند كل اهلاويه، القاضية ممكن امام نادي الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا. سجل محمد مجدي قفشه هدف في الدقيقه 85، هدف صاروخي في شباك محمد ابو جبل. وبالتالي توج النادي الاهلي ببطلا لكاس دوري ابطال افريقيا للمره التاسعه على التوالي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتعمل لايك للفيديو.